مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أثار عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني موجة واسعة من التفاعل بعدما كشف عن توقعه الخاص لنهائي كأس العالم 2026، مرجحا مواجهة قوية ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي في المباراة النهائية. وأوضح ممداني المعروف بحبه الكبير لكرة القدم أن المنتخب الفرنسي يملك كل المقومات للوصول إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي، لكنه في المقابل يرى أن المنتخب المغربي قادر على كتابة التاريخ من جديد، ليس فقط بتكرار إنجاز مونديال قطر 2022، بل بالوصول إلى النهائي والتتويج بأغلى لقب كروي في العالم. وأكد المسؤول الأمريكي أنه إذا تحقق هذا السيناريو فإنه سيشجع المنتخب المغربي بقلبه، معبرا عن إعجابه بما يقدمه أسود الأطلس من تطور كبير واحترام عالمي متزايد. ويستحضر هذا التوقع المسيرة التاريخية التي حققها المنتخب المغربي في كأس العالم 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف النهائي، وهو الإنجاز الذي جعل المغرب يحظى بإشادة واسعة من مختلف أنحاء العالم. ورغم أن هذه التصريحات تبقى مجرد توقعات رياضية، فإنها تعكس المكانة الكبيرة التي أصبح يحتلها المنتخب المغربي بين كبار منتخبات العالم قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.